كمان في شغلة جدا ضرورية نحكي إمم. عنها، إنه علم الأرقام هو رقم سيارتك منه صدفة، رقم تليفونك موبايلك منه صدفة، آه. ورقم ميلادك منه صدفة، وحساب اسمك منه صدفة. هدول الأربع عناصر إذا جمعتيهم مع بعضهم وعرفتي شو بيطلع الرقم، بتهون حياتك فينا نقول 99%. آه. نعم. كرمال هيك أحيانا الطفل لما يخلق بسموه أهله أي اسم بيعجبهم، ما بيفكروا بهيدي الطريقة، مش كل الناس صحيح. بتعرف. فبيكون حظه سيء، بيقولوا حظه سيء طاقة أو الاسم، عم طاقة الاسم طاقة هي الاسم هيدي بتكون الطاقة أقوى تبعولها. بكتير من طاقة تاريخ الميلاد، أو طاقة أها. الاسم بتكون ضعيفة على تاريخ الميلاد. يعني مثلا عندك على شو سبيل الأسماء؟ المثال على سبيل المثال فاطمة نعم. مثلا تي مربوطة، بالتالي المربوطة كتير مش منيحة. تأثيرها سلبي على الاسم، خاصة يعني بتجي بالآخر بتربط كل شيء، كل شيء بينربط. أوف. فبقى فاطمة بنحطها نحن ألف ألف. طويلة، بتمد بتفتح عندها كل شيء، عندك أوه. كتير لها والهي تأثير. كمان فرضا ما هي إذا اكزامبل نفس فاطمة. الفصيلة الهاء والتاء. نفس الشيء الهي يعني المبرومة. مزبوط. بعدين في بدنا نفوت أكتر بعلم الأرقام، مهم. يلي هو متفرع منه كل هالاشياء يلي هي بتنعمل. ومع الأسف أنه حولوا علم الأرقام لمحل ما بيشبهه. علم نعم. الأرقام هو أساس، علم الأرقام هو انه علم. تنجيم يعني نعم. فهمت صحيح. تقصد. نعم. صحيح، ما خصه بالتنجيم، هذا علم، هذا استنطاق الحروف. تستنطقي الحروف، انت بتعرفي شو بده يصير بكره من وراء استنطاق الحروف، ولكن لحديت محل معين، لانه انت بتعرفي انه رب العالمين اعطيكي، انت تعرفي واحد اثنين ثلاثه صحيح. أربعة خمسة ستة